واحد من أقوى التمارين لما يتعلق الأمر ببناء وضخامة عضلات الرجل رومانيان ديد ليفت. عضلات الرجل الخلفية واللي بتكون الفانكشن بتاعها فليكشن اوف ذا ليج اند ذا ني جوينت، وده اللي بيقدمه التمرين ده. ولكن تعالى نعرف الأداء الصحيح وتجنب الأخطاء والفرق بين الار دي ال وتمرين الديد ليفت. الفرق بين الديد ليفت والار دي ال: أول حاجة النزول بالبار ومستوى الني بين. ونبدأ بالخطوات التمرين من أول ما تخش على البار. ستيب 1 creating the pillar. امشي ناحية البار وخلي البار يكون في نص رجلك بالشكل ده. وسع رجلك بعرض الفخذ بتاعك وخلي صوابع رجلك فيسنج فورورد على شكل 11. لو حاسس انك مش مرتاح في الشكل ده تقدر توسع رجلك شويه، علشان الهيب بون بتختلف من شخص للتاني واريحيه الوضع بيختلف من شخص للتاني، فممكن توسع رجلك وتخلي مشط رجلك حرف في. بعد كده نخش في وضعيه مهمه جدا هي الهيب والريب. للوضع الصحيح لازم تتاكد ان الهيبس والريبس بتوعك في الاداء والوضع الصحيح علشان تتجنب اصابه اسفل الظهر. والوضع الصحيح بتاعهم انك تعمل ستوك ذا بيلر اند stay that way as you like. فكر ان الهيبس بتاعتك ديت مليانه بوله ميه. معظم الناس بتقف في وضعيه حاجه اسمها anterior pelvic tilt، وده بيخلي الميه تقع بالشكل ده. اعمل tilt pelvis back بالشكل ده وفكر ان البوله مليانه ميه وما توقعهاش. الريب معظم الناس بتلاقيهم واقفين بالشكل ده flared out. انا عايزك تخلي الريبس مسطحين بالشكل ده، وعشان تعمل ده لازم تعمل engaging core. فكر كأن حد خبطك بالبوكس في بطنك ورجعت بطنك وشديت الكور ماسلز عضلات البطن. كده الريبس activated hips activated كده الشكل ده. بعد ما تخلص الشكل ده هتقوم واقف زي الاسد عامل سكويز للجلو، وبعد كده الانر سايز وتقف مستقيم زي الاسد. تيب 2 جرابين ذا بار. هنا بقى كل الناس بتعمل الظهر بتاعها راوندد. عشان تحافظ على ستيب 1 ابدا انزل بقبضه الايد خارج البار وظهرك مستقيم. اتني ركبتك وخلي قصبه رجلك لازم تكون في البار، يعني خلي البار لازق في قصبه رجلك. البار لازم يكون قريب من رجلك. كل ما كان البار بعيد عن جسمك كل ما كان فيه وجع على اسفل الظهر وتحميل اكتر على اسفل الظهر وفقرات الظهر. هيبس عاليه هيبس واطيه. هيبس عاليه كده انت حاطط ضغط كبير على اسفل الظهر. هيبس واطيه كده انت سكوات يا معلم. لازم تكون فوق ركبتك وتحت كتفك، ده الوضع الصحيح ليها. natural spine. حافظ على الوضع الصحيح و always keep the right posture. ما تنساش ان رقبتك جزء من العمود الفقري. انزل رقبتك واعرف ان هي جزء من العمود الفقري وجزء من الناتشورال سباين بتاعك. step 3 creating the weight. الوضع الامثل اللي بيقلل الضغط على اسفل الظهر ويخليك تعمل الاداء صحيح وتتجنب الاصابه. خلي ركبتك تلزق في كوعك، نفس عميق. brace your core كأن حد ضربك بوكس في بطنك وبتشد بطنك جامد. اعمل اكستند للصدر activating your lats كأنك بتحط برتقانه تحت باطك وبتعصرها جامد جدا. كده انت في مرحله lats activated hamstring activated core activated and gluteus activated. step 4 push. لو انت عملت بول هنا هتضيع كل الحاجات اللي انا بشرح لك فيها من الصبح. انا عايزك تتخيل ان دراعك ده عباره عن حبل بهل تشبكه في البار، وانت بتشيل بدل ما تبدا من 0 ل 100 على طول. انا عايزك تحافظ على الاوضاع اللي عملناها كلها. خش الارض برجلك لحد ما البار يطلع معاك لفوق. بعد ما تطلع عايز الهبس تخش على البار وتحضنه حضن مطارات. step 5 control the way down. وانت بتنزل لازم البار يكون قريب من رجلك وبيحكها كده في التايز بتاعك. طبعا النزول بيكون بعد عظمه الني كاب، يعني بعد عظمه الركبه، وتقدر تنزل اكتر من كده لو انت عندك الفلكسبيليتي والموبيليتي اللي تقدم لك ده، انك تقدر تنزل اكتر. ولكن نزولك الى ابعد من كده بيشغل معاك اسفل الظهر اكتر وهيخلي وضعيه جسمك مش مريحه. اخطاء يجب تجنبها: بلاش تبعد البار عن جسمك لان ده بيحط حمل كبير جدا على ظهرك ومره مع مره هتتصاب. مستوى الظهر لازم يكون محافظ على الكيب ذا رايت بوستشر للوضع الصحيح علشان ما تحملش على الظهر. ما تتنيش رجليك اكتر من اللازم وما تتنيش ركبتك اكتر من اللازم وما تريحش البار على الارض لان كده انت بتعمل ديد ليفت مش ار دي ال. بلاش تطلع للاخر وترجع بظهرك لورا. حاول تخلي وقفتك مش للاخر علشان تشغل معاك الهامسترنج وتفضل مخليها تحت ضغط عالي. لو انت عايز تركز على الجلوديوس اكتر فهتخلي مستوى الطلوع بتاعك مش للاخر بنفس الزاويه دي علشان تقدر تشغل الجلوديوس اكتر. تقدر تتمرن التمرين ده بالدمبل لان بيكون فيه 4 رينج اوف موشن احسن من البار، ولكن البار بيكون اكتر للسترينث، تركيز على القوه وباوزان اعلى. والفيديو الجاي هنشرح ازاي تتمرن الار دي ال بالدمبل. ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لي سوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.